اللي مع العصا هذا تبع الرئيس. ها احمد، مبروك ابو عمر. الله يبارك فيك. ليش اخذت هذا العصا بالذات؟ انا اتفائل فيها دائما، الحمد لله اليوم تاهلنا، نتيجه طيبه، مستوى جدا عالي، اتوقع كاس اسيا قريب ان شاء الله. منطق ولا مفاجاه السبعه؟ اتوقع يمكن يعني بنياس اول مره يتاهل دور 16، فريق اللي عندي معلومات انه ثالث سنه يلعب في الممتاز، ما عنده هذيك الامكانيات، الجمهور له دور كبير اليوم. كان يعني في بدايه المباراه كان لابد ان نضغطهم اساس انه نوريهم انه احنا فريق كبير، لابد ان نبغى نتيجه وفوز اليوم. الحمد لله تأهلت الأندية السعودية كلها، الأهلي والاتحاد والهلال. فيما يخص الهلال أتحدث عن مشكلة عانى منها الهلال فنيا، إضاعة الفرص. اليوم ما شاء الله تقريبا الفرص كانت كثيرة، ولكن أيضا التسجيل كان بشكل واضح. الحمد لله، أتوقع أن كنا مركزين جدا هذه المباراة، أتوقع أن هي مباراة الموسم. لا قدر الله لو انهزمنا المباراة اليوم وحصل أي مكروه حنبدأ الموسم الجاي وإحنا ما عندنا أي طموح. فكرنا إنه في عندنا بداية موسم لابد إننا نكون مركزين، هذه نتائجها الحمد لله اليوم. تركيز، تسجيل أهداف بشكل كبير. في جديد في موضوع بقاء أحمد ورحيله من الهلال؟ أنا ما زلت في الهلال، أنا لدي طموح، باقي طموح لي في الهلال بطولة آسيا إن شاء الله، كأس آسيا. أخيرا أسامة بيمشي، ايش ممكن تقول له كزميل نيابة عن الزملاء؟ أحلى وداع اليوم لأسامة بالنتيجة الكبيرة والمستوى الرائع. أسامة لاعب كبير، أتمنى له التوفيق، أتوقع إن شاء الله إنه راح ينجح في مشوار الاحتراف الخارجي. نتمنى نكون على نفس سير أسامة احترافيا خارج الملعب، إن شاء الله يكون من اللاعبين اللي لهم سمعة كبيرة. الله يعافيك، شكرا.